النهارده هنبدأ فيديو قوي حماسي. عاملة فيه ايه النهارده؟ عاملة طاجن بطاطس بالجناحة في حتة تانية خالص، والله العظيم في حتة تانية خالص. حبة شوية لسان عصفور ومحشي قمر، محشي قمر قمر قمر. نخش على الحلقة ونشوف البطل بتاعنا النهارده طاجن الجناحة بالبطاطس اتعمل ازاي، ونخش على الفيديو ونخش على التحضيرات ونشوف اكلنا النهارده هيروح لغاية فين. يلا بينا. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، وما يحلى الكلام إلا بذكر نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. بتوحشوني توحشوني توحشوني بتوحشوني من الفيديو اللي فات للفيديو دوت. ويلا النهاردة نشوف أكلنا النهاردة هيروح لغاية فين. معايا 1.5 كيلو من الجناحة، كنت بشرب بصل كمية عشان هعمل تقلية محشي زي ما حضراتكم شايفين، ومعايا طماطم عصير طماطم، ونزلت بالتقلية بقى بتاعتي عشان هعمل محشي النهاردة. بنتي بتقولي انتي واعية يا ماما، جاية من الشغل تعبانة ومفرهدة هتعملي محشي؟ اقول لها ايوه هعمل محشي، ايه المشكلة؟ قعدت بقى يعني مش عارفة اقول لكم وتتني وتتفرد وتقولي اما نشوف اما نشوف ايه اما نشوف دي، يعني هي شاكة في قدراتي ولا ايه؟ يلا المهم ربنا يهدي ولادنا كلنا يا رب، ويجعل فيهم الصلاح والفلاح، ودعوة مني من القلب عشان انا بحبكم كتير قوي قوي قوي. ربنا يهدي لنا ولادنا كلنا. كده التقليه بتاعتي تمام، حطيت لها مكعبين الماجي. وتعالوا هنا للفراخ القمر بتاعتنا النهارده. حطينا بصلتين، البصل اللي انا ضربته خدت منه حبه حطيته على الفراخ المغسوله ومعصوره عليها ليمون، وحطيت ملح، حطيت فلفل، بابريكا، وعصير طماطم، وحبه توم باودر، بصل باودر، وحبه زعتر، ومعلقه عسل واحده. وقعدت ادعك كل الكلام ده كله مع بعضه لغايه ما المكونات كلها بقى مع الفراخ خليتها في حتة تانية خالص. والله العظيم في حتة تانية خالص. امال انتوا فاكرين ايه؟ هعمل لكم كده اي حاجة والسلام. النهاردة هو البطل بتاعنا النهاردة طاجن البطاطس بالبصل بالجناحة في الفرن. عايزة اقول لكم ان هو في حتة تانية. معايا بصلايه واحده قطعتها جناحه، والبطاطس بتاعتي النهارده هتتقطع مكعبات كبيره، ده حسب رغبتك انت. انا حابه في الطاجن دوت تبقى البطاطس المكعبات في الطاجن بالمنظر ده. تمام. ما هو الاكل زي ما بقول لكم كده شطاره وفن وموهبه ونفس في يعني في ذات الوقت نفس ست البيت. تمام. ناخد بقى الفراخ بتاعتنا دي ونقلب كل الكلام ده كله مع بعض. عايزه اقول لكم ان هو من احلى الطواجن بجد اللي انتوا هتعملوها. طبعا انا مش محتاجه ان انا اجيب ورق زبده وورق فويل الف الطاجن، لان الطاجن بتاعي ده بغطا. هبدأ أغطي الطاجن بتاعي في الفرن بكوباية مية واحدة، وهدخله على درجة حرارة 200، وهتسيبيه بقى ياخد ويدي مع نفسه بشكل ودي. طبعا محمد معايا وكلهم بقى في الدروس. لوجي نزلت الدرس بعد ما قعدت تديني كده بقى ايه وتقولي وتتني وتتفرد عليا. ده انا هوريها بقى لما ترجع من الدرس وهبهرها. تمام. معايا بقى قرن فلفل سبايسي هحطه كده وسط الطاجن بتاعي، وطماطمايه كده قطعيها بشكل جمالي حوالين الطاجن بتاعتك. والطماطم دي بقى لما تتحمر كده بقى مع الفراخ، وحبة ملح وفلفل على الخضار بتاعنا، وندخلها الفرن فورا. هندخلها الفرن ونغطيها بالغطا بتاع الطاجن بتاعي. اروح اجيبه بس ثانية. ومحمد قاعد بقى قدامي بيلعب لان اخواته مش موجودين معايا، زمانهم بقى ايه قبل ما اخلص واسوي هيكونوا هم جم ان شاء الله. يعني بصوا التسبيكه بقت خطيرة. بصل بالمادة الدهنية اتحمر شوية، بدأت انزل بالماجي، ما بملحش التسبيكة بتاعتي غير لما بتتسبك تماما. ابدأ احط لها حبة كمون، حبة فلفل، مش اكتر من كده. هي دي توابلي في المحشي بتاعي، وما بكترش اي حاجة تانية. تمام. يلا بينا نحط الرز بتاعنا ونقلب كل الكلام ده بقى، ونروح نحشي المحشي بتاعنا الجميل النهاردة. حبة كوسة على بتنجان ابيض على فلفل رومي، والنهاردة كده
الحمد لله، ربنا يديمها نعمة يا رب علينا، ويحسن ما بين ايديكوا وتعملوا الطاجن الفراخ بتاعي النهارده، وتقولوا لي بقى بتتابعوني من انهي بلد، وما تنسونيش في لايك حلو وهارد كبير قوي 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 لو اول مره تشوفي قناه عائله ماما روما. ولو عجبك محتوايا حطي لي بقى كده لايك ذهبي وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك مني كل جديد. يا احلى متابعين في الدنيا. ظبطنا ملحنا، ما كانش متظبط. تعالوا بقى للخضره بتاعتنا، جايباها بقى وانا جايه برضو مرعرعه كده وجميله. بس اول حاجه انا غاسله القوطه بتاعتي، جايباها برضو وانا جايه همسحها لان انا غسلاها، لان انا وعدتكم ان انا مش هشيل حاجه في التلاجة غير لما تكون مغسوله بعد كده. تمام تمام. حطيتها في علب التلاجة، هدخلها بقى التلاجة واجي اقطع الخضره بتاعتي معاكم. انا المحشي بتاعي بحط له شبت وكزبره. عايزه تحطي اضافه بقدونس حطي، مش عايزه انا ما بحطش البقدونس في المحشي بتاعي. تمام تمام. هو شبت وكزبره. نخرط بقى الخضره بتاعتنا ونحطها على المحشي بتاعنا. ابني نازل هو كمان رايح الدرس، وربنا يهديهم يا رب ويهدلنا حالنا ويهدلنا امورنا. ودايما دايما دايما تدعي، وخليكي دايما متفائلة، وخليكي عندك يقين بربنا كبير قوي 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 انه مش هيسيبك وهيقف جنبك في كل حاجة. واستغفروا الله كتير قوي قوي، وصلوا على الرسول كتير قوي قوي قوي، هتلاقي حياتك متغيرة ل180 درجة. كده خلصنا خرطنا. ننزل بقى بالخضرة بتاعتنا على المحشي. اغسل ايدي بس وانزل بقى بالمحشي. بنزل بالخضرة على المحشي. حاجة كده ايه، الريحة كفاية الريحة بقى كده خلاص. نقلب بقى المحشي بتاعنا ونحشي وننضف رخامتنا الاول. وبألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم الصافية الطيبة. بس كده نضفنا. هنغسل بقى ايدينا ونيجي نحشي المحشي بتاعنا. هجيب بولة لان انا هحشي في الحلة اللي انا قليت فيها دي. تمام. ننزل بقى بالمحشي. المحشي كده مظبوط تمام، مفيهوش اي سوائل زايدة. ده من نجاح المحشي معاكي. بس كده ناخد بقى الحلة خطيرة. يلا بقى نحشي ونذكر الله كتير قوي 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 واحنا واقفين. ودايما دايما تدعي وتخليكي لحوحة بالحاجة اللي نفسك فيها. ان شاء الله ربنا ينولها لك ويخليكي ورا حلمك. هفضل اقول لكم كل واحد وراه هدف خليه يسعى وراه، لان بعد السعي جبر. تمام تمام. هوب بقى كده مرة واحدة هتلاقوني حشيت معاكم الحلة مرة واحدة اختصارا للوقت والفيديو. انت عارفين ان الحشو طبعا بياخد وقت، وعشان اصوره لكم كله هياخد وقت الفيديو كله. طبعا بقى هقفل وهفتح هكون حشيت المحشي معاكم. هناخده بقى على البوتاجاز وهنعمل له شوربة وهنسوي المحشي بتاعنا. طبعا انا ما كانش عندي شوربة. بصوا الحركة دي. هو كده خلصنا. كان معايا بقى بصلايه، طماطمايه، ورق لوري، وحبهان، حبة ملح، حبة فلفل مكعب ماجي، وعملت مرقة عشان اسوي بيها المحشي بتاعي. هاخد الطماطمية القمر دي احطها وسط المحشي. ايوه كده اهو. ونعمل بقى شوية شوربة لسان عصفور. وكده الفيديو بتاعي معاكم خلص النهاردة. ويا رب تعملوا النهاردة طاجن والله العظيم عايزه اقول لكم طاجن الجناحه بالبطاطس في الفرن خطير جدا. اشيل بقى الغطا
كده بقى بدأت معايا تحمر وتاخد لون وتستوي وبقبقت كده مع نفسها، وابدأ بقى اشيل الغلطة عشان تبدأ تاخد لون من كل النواحي. حمرت بقى لسان عصفور، ايوه لسان عصفور، ما ينفعش سفرتي غير لما يكون فيها لسان عصفور. وهو ده الفيديو بتاعنا النهارده، والمحشي بتاعنا كان استوى، وهنطلع الاكل مع بعض دلوقتي ونشوف راح لغايه فين. واللي وصلت معايا لغايه هنا بقى ما تنسانيش في لايك كبير قوي 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 وهارد وسبسكرايب للقناه، وتقولي بتتابعني من انهي بلد عشان ده بيسعدني كتير قوي قوي قوي. بس كده بشيل الحبان عارفين بقى الحبان فيه فصوص كده بتنزل منه، فدي بتوديني في ايه مش عايزه اقول لكم بقى، يعني لو وقعت في اي بق حد يقعد بقى يتشرط ويتني عليا بقى. بنتفادى نشيل بقى الحاجات دي كلها. حبه فلفل اسود صغننين، والمحشي معانا بسم الله ما شاء الله بقى خطير. وكده انا وصلت معاكم لنهايه الفيديو، وتعالوا نغرف شويه المحشي بتاعنا. يا سيدي يا سيدي كمان بسم الله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا بقى شوفوا معايا طاجن يعني اقول لكم ايه في الجمدان دوت. اقول لكم ان انتوا لازم تجربوه، لان انتوا مش هتبطلوا تعملوا الطاجن القمر ده الخطير ده. وطبعا لسان عصفور، حبه لسان عصفور، وبألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم الصافيه الطيبه. وتعملوا طاجن البطاطس بالجناحه بتاعي النهارده، وتشوفوا بقى ايه راح لغايه فين. بسم الله الرحمن الرحيم. نغرف شويه شوربه بطعم المحشي. بسم الله. حبه شوربه بقى كده ايه خضار. انا اشرب الشوربه كمان، ونطلع شويه. يا لهوي حاجه كده في منتهى الجمال. طاجن البطاطس بالبصل، حاجه كده تفتح النفس، والله تفتح النفس. بصوا البطاطس فراخ دايبه، الفراخ دايبه بس عشان سخنه قوي. والمحشي بتاعنا بصوا كمان، يعني هو النهارده حاجه عظمه. الاكل سخن نروح ناكل، وبألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم الصافيه الطيبه. لكم سلام، وفي حلقه جديده من عائله ماما روما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رايحين فين؟ اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك والسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوني. قناه عائله ماما روما. سلام.